صباح الخير يا صباح الفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا بقى نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب ابدا لا يخيب. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. عايزه بقى دعوه حلوه كده منكم لام وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين. يا صباح الصباح واللي جاي احسن من اللي راح، صباح الامل، صباح الطاقه الايجابيه، صباح التفاؤل، صباح كل حاجه حلوه ان شاء الله على عيونكم. النهارده ان شاء الله صباح جديد ويوم جديد وروتين كله طاقه ايجابيه، بس اهم حاجه تابعيني لاخر الفيديو. للتبرع اتصل على 0108 431 رقم التسجيل الضريبي 655 400. اول حاجه كده في يومي لازم اديكوا الجرعه الاول، لازم كده اقول كلمتين حلوين في اول الفيديو عشان يكون عندك نشاط ويكون عندك طاقه ايجابيه وكمان يكون عندك تفاؤل. لازم اديكوا الطاقه والباور والجرعه الاول في اول الفيديو. عملت بقى كوبايه ينسون كده عشان حاسه اني داخل عليه دور برد، يعني حاسه كده ان زوري وجعني شويه وحاسه ان مناخيري مزكمه شويه. بعد كده حلوين طلعت بره، جبت بقى شويه طلبات، جبت بقى فلفل وجبت جبن وجبت حاجات من دي ان شاء الله هتشوفها معايا دلوقتي. جبت بقى الفلفل ده يا جماعه، كانت الست بتقول لي ب 15 جنيه. المهم انا عندي شويه فلفل في التلاجة، قلت هجيب بس كماله على الفلفل اللي عندي. جبت دول ب10 جنيه. جبت كمان خضره محشي، يا ما شاء الله ما اقولكوش بقى، خضره المحشي بقت رخيصه جدا. جبت التلاتة ب10 جنيه، وبكره هيبقوا التلاتة ب5 جنيه. اللي كانت الرابطه بس فيها عودين 2 كانت بتبقى ب10 جنيه، دلوقتي يعني ما شاء الله. شايفين بقى الشتاء وحلاوته، الخضار فيه كتير ورخيص، عشان كده انا بحب الشتاء، يعني حب الشتاء ده بصراحة يعني غلا عندي. بعد كده جبت كمان كيلو ونص بتنجان اللي هو المكبب ده، جبت كيلو ونص ب10. جبت كمان ب10 جنيه مخلل. جبت ايه تاني يا ام ميدو؟ وريني كده جبت ايه. جبت الحليب، يعني وانا جايه كده حودت على الست اللي انا بجيب منها الحليب، جبت منها كيلو حليب. كيلو حليب ايه، لا كيلو ونص، لان اللبانه دي بتاخد كيلو ونص حليب، فانا بجيب على قد اللبانه بالظبط. طبعا قلت ايه، اغلي الحليب الاول، يعني لحد هو ما يتغلي اكون انا ايه رتبت الحاجه اللي انا جبتها. تعالوا ما اقول لكم ايه جبت ايه تاني. جبت علبه حلاوه البوادي، العلبه الصغيره دي متهيألي ب40 جنيه عشان انا بنسى على طول. جبت كمان نص كيلو، دي نص كيلو، دي نص كيلو فول مدشوش، والله ما اعرف انا جبته بكام. وجبت كمان نص كيلو فول بلدي، الحبايه العارضه دي يا جماعه فول بلدي عشان اعمله دميسه. جبت كمان كيس لسان عصفور. جبت كمان ب20 جنيه كاكاو خام بدون سكر. جبت بقى كيسين فانيليا على كيسين كيك شيف. طبعا العطار اللي انا بجيب منه، انا بجيب منه دايما، هو حسب لي الحاجه على بعضها وانا دفعت، بس الحلاوه انا عارفه سعرها، وكمان الكيك شيف طبعا الكيس ب7 جنيه والحاجات دي يعني معروفه. لكن بصراحه الفول المدشوش والفول التاني يعني ناسيه، او انا ما سالتش، يعني انا حسبته وخلاص عشان انا بجيب منه على طول اللي هو العطار. تمام. عشان ان شاء الله هنعمل طعميه بقى، داخلين بقى على الشتاء، وبحب اعمل الطعميه في البيت، وبحب اعمل الفول الدميسه في البيت. جبت كمان جبنه تلاجة اللي انتوا شفتوها دي، جبت نص كيلو. متهيألي ب50 او ب55، انا بنسى والله العظيم، النسيان ده هيوديني في داهيه اقسم بالله، ربنا يسترها. وجبت كمان ب50 جنيه لانشون حلواني، وب50 جنيه جبنه رومي ملح خفيف. وانا معديه من قدام محل الحلويات بصراحه قلت ادخل اجيب لي طبق مشكل حلويات بحطه في التلاجة، ساعات يعني ايه بيهف عليه كده بالليل اكل اي حاجه مسكره، وساعات ايه ما بيبقاش عندي اي حاجه مسكره، فانا بجيب الطبق ده بخليه عندي في التلاجة. اللي حابب بقى ياكل منه بياخد كده حاجه وياكلها. جبت كيلو المشكل ب100 جنيه، دي الحاجات اللي انا جبتها. قلت بقى ايه اعمل لي كده ساندوتش، واعمل كمان كوبايه كابتشينو، كوبايه الباور عشان اخد العلاج بتاعي. يعني مشتريات كده بسيطه وجميله، مع انها بسيطه والله يا جماعه، بس كل حاجه بتقطع وكل حاجه بتتكلف. الله المستعان، الحمد لله على كل حال. بصراحه الجبنه بقى اللي انا جبتها دي اللي هي التلاجة، انا بموت فيها بعشقها، ملح خفيف، وكمان تحس كده ان هي يعني ما شاء الله حلوه كده، طعمها حلو. انا بحب الجبنه دي جدا حتى عن الجبنه القريش او اي جبنه تانية. اخدت بقى شريحه جبنه تلاجة على شريحه لانشون على شريحه جبنه رومي وحته خياريه كده مخلله، وعملت بقى كوبايه الكابتشينو وفطرت، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. تعالوا بقى ندخل على طول على الغدا عشان ايه نخلص على طول. النهارده هنعمل غدا جميل وزي الفل كده ايه ويفتح النفس، غدا حنط ومزز كده وعسل. اول حاجه هنا في الطاسه بتاعتي الحلوه دي او في اللحوق بتاعي الصغنن ده، حطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي،
وبعد كده ايه شوحت اللحمه فيها، نص كيلو لحمه مفرومه لحد ما غيرت لونها. بعد كده قطعت على ايدي 3 بصلات كبار تقطيع صغير، وكمان طماطمتين صغيرين، وكمان قرنين فلفل حامي او بارد تقطيع صغير. حطيت بقى كمان رشه ملح، فلفل اسود، جنزبيل، بابريكا، رشه توم باودر، زعتر، رشه جوز الطيب. بصي بقى يعني شوفي التوابل اللي انت بتحبيها حطيها، وحطيت كمان كزبره ناشفه. قلبت بقى كل الحاجات الحلوه دي كلها مع بعض، وهديت النار وغطيت اللحمه عشان تستوي. تمام. لو اللحمه بتاعتك نشفت من غير ما تستوي، حط لها شويه ميه كده وقلبيها وهدي عليها النار وسيبها تستوي. تعالوا بقى نكمل بقيه الغدا بتاعنا. معايا بقى يا جماعه كيلو كوسه. النهارده هنعمل كوسه باللحمه المفرومه، ما عملتهاش من زمان بصراحه، بتبقى جميله ومن حلاوتها مهما تاكلي منها يعني ما بتشبعيش، لانك عايزه تاكلي منها كمان، بتبقى حنطه وجميله. طبعا عملت الكوسه كده، جردتها بسكينه بقى مشرشره او بمقوار مشرشر عشان الكوسه تبقى شكلها حلو. انا بصراحه بحب اقشرها عشان عندي ولادي لو لقوا قشره في الكوسه، او لقوا كمان بصل في قلب الطبيخ، يعني البصل لو باين الصغير ده اللي انا بقطعه ده في قلب الطبيخ، ايه ده يا ماما، انت عامله البصل كده ليه، انت حاطه بصل ليه، الكوسه بقشرها ليه؟ عندي ولادي مطفحيني في الحته دي، عشان كده انا بحب اقشر الكوسه واريح دماغي. والبصل على قد ما بقدر بحب اصغره شويه عشان ما يبانش في قلب الطبيخ، عشان كده ايه يعني دايما بقشرها. المهم انا جردتها وقطعتها، وبعد كده غسلتها وقطعت هنا بقى ايه بصله حلوه كده، وحطيت حته سمنه وكمان شويه زيت عشان البصله تتشوح وتصفر. تعالوا بقى ايه لحد ما البصله تصفر نبص على اللحمه. ما شاء الله خلاص دخلت في السوا اهي، كمان 5 دقايق هطفي عليها. تعالوا تاني نروح للبصله بتاعتنا. بعد كده حطيت حوالي فصين توم مفرومين. انا بحب احط فصين توم في قلب الخضار، ما شاء الله بتودي الخضار في حتة تانية خالص. التوم بيخلي نفس الطبيخ حلو. بعد كده طبعا حطيت الكوسة في قلب البصل او البصلة بتاعتنا لما احمرت شوية، وكمان نحط بقى رشة ملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، ونلوح بقى الكوسة في الحاجات الحلوة دي. وكمان حطيت مكعب مرق، مش حابة تحطيه براحتك خالص. لوحي بقى الكوسة مع البصل والتوابل والحاجات دي كلها لحد ايه ما الكوسه تتشوح وتاخد من طعم الحاجات دي كلها. فرمت بقى حوالي شفشق طماطم وصفيته، وبعد كده حطيته على الكوسه، ونسيب بقى الكوسه كده مع الطماطم تتسبك وتاخد وتدي بشكل ايه ودي. طبعا الكوسه انا مقطعه يا جماعه تخينه شويه، تمام، يعني انا مش مقطعه رقيقه، تخينه شويه. وبعد كده ايه سبتها بقى تستوي في قلب الطماطم، ما شاء الله استوت بقى في قلب الطماطم كده. وبعد كده جبت بقى اللحمة بتاعتنا المفرومة وحطيتها على الكوسة والطماطم، وقلبي بقى الحاجات الحلوة دي كلها. لو عندك شوربة حطي كرنيب شوربة، بس انا حسيتها ان هي مش محتاجة، يعني انا بحبها كده، يعني ما تعومهاش بقى شوربة ولا مية ولا الكلام ده، هي بتبقى كده لفة وجميلة، لان كده كده الكوسة اساسا بتنزل مية. بصي بقى ما شاء الله بألف هنا. عملت بقى جنبها شوية رز بشعرية أو رز أبيض، وحتة بقى مخللة. عايزة بقى تعملي سلطة براحتك خالص، بس بصراحة هي مش محتاجة سلطة، يعني تحطي بقى حتة الكوسة باللحمة كده المفرومة على شوية الرز وبألف هنا. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. طبعا انت بعد ما تحطي بقى اللحمة المفرومة على الكوسة تديها بقى غلوة كده أو غلوتين، وبعد كده ايه تطفى عليها، لأن كده كده الكوسة استوت مع الطماطم. تمام. وحطيت كمان ليمون مخلل وبألف هنا. طبعا يا جماعة يعني مش لازم تحطي نص كيلو لحمة مفرومة، ممكن تعملي بربع كيلو لحمة مفرومة، يعني المتاح والموجود، يعني كل حاجة بتمشي وكل حاجة بتعدي. المهم تعملي الكوسة تكون لفة، لأن الكوسة باللحمة المفرومة يعني ما بتحطش فيها شوربة كتير أو مية كتير، بتبقى لفة كده عشان اللحمة ما تتوهش في قلب الشوربة أو في قلب المية. اتغدينا واتبسطنا والحمد لله. وبعد كده يا حلوين كان عندي بقى بطاطا بقالها اسبوع، بصراحة انا كنت خايفة لا يحصل لها حاجة. كنت جايبة ال2 كيلو ب20 جنيه، حاولت اجيب ال2 كيلو ونص ب20 جنيه، الست ما رضيتش ابدا. المهم قلت اعملها بالمرة لا يحصل لها حاجة خسارة، وبعد كده ايه تتحط في التلاجة، لان انا هعملها بطريقة جميلة قوي النهاردة. دول 2 كيلو بطاطا قشرتها وقطعتها حلقات، وبعد كده غسلتها وحطيت فيها مية، وكمان حطيت فيها كوباية سكر. تمام. انا عاملاها بسكر هادي خالص، حابه انت تزودي سكر براحتك خالص، لكن انا دايما بحب السكر الهادي. المهم قلبت السكر مع البطاطا وهديتها بقى عليها النار كده شويه،
وغطيتها لحد ما استوت. المهم ايه، ابقى قللي الميه شويه في البطاطا لانها بتستوي على طول. انا هنا كنت مكتره ميه شويه، مش عارفه كترتها ليه او كترتها ازاي، المهم جت معايا كده. المهم ما شاء الله البطاطا استوت معايا وبقت زي الفل. وبعد كده ايه، كان فيها شويه ميه صغيرين صفيتها من الميه خالص. وبعد كده حطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي او زبده، وكمان حطيت معلقتين كبار من جوز الهند، وكمان حطيت كيس فانيليا. مسكت بقى البطاطا كده بالمعلقة أو بالهراسة بتاعة البطاطس، وبعد كده هرست البطاطا كويس جدا. وبعد كده حطيت كمان حوالي ربع كوباية حليب، يعني الحليب كده بيغنيها في الطعم وبيخليها جميلة. وعلى فكرة حابة بقى تاكليها كده بالمعلقة بعد ما تهرسيها بتبقى طعمها تحفة. لكن أنا هعملها يعني محشية قشطة أو محشية مهلبية. المهم جبت تاني صينية في الطقم، الصينية المتوسطة دي دهنتها برضو حتة سمنة بلدي من الجوانب. وبعد كده ايه، حطيت نص البطاطا تمام، والحشو جوه هحشيها قشطة كدابة او مهلبية. المهم سويت كده البطاطا كويس في الصينية اهو كده تمام. وتعالوا بقى يا حلوين عند البوتاجاز عشان هنعمل القشطة بتاعتها. على فكرة طريقتها كده كانت تحفة ما شاء الله، بألف هنا، اتاكلت على طول بألف هنا. معايا هنا بقى كيلو حليب جمسي بارد، المهم يكون بارد عشان ايه لما تحط النشا ما يكلكعش فيه. حطيت حوالي 5 معالق كبار من النشا، وكمان حوالي 3 معالق سكر، بس انا كمان زودت معلقتين سكر. يعني حطيت 5 معالق نشا و5 معالق سكر، وقلبت كل الحاجات دي على البارد الاول. وبعد كده ولعت النار مع التقليب بقى، والنار تكون مش عالية قوي لحد ما الحليب يغلي معانا ويتقل معانا، يغلي معانا كده غلوتين عشان النشا يستوي تمام. بعد كده طفيت بقى عن المهلبية الحلوة دي وسبتها تهدى كده حوالي دقيقتين، وبعد كده حطيتها على طول على البطاطا. وسبت بقى المهلبية يا جماعة او القشطة الكدابة تبرد خالص، انا عايزاها باردة خالص. ليه؟ عشان تربط، وكمان عشان لما احط الطبقة التانية من البطاطا عليها طبعا المهلبية متتفشكلش، يعني ايه ما يحصلهاش حاجة. الطبقة التانية من البطاطا حسيتها ان هي ربطت شوية او جمدت شوية، فحطت لها حوالي 4 معالق من الحليب او 4 معالق من المية، وقلبتها لحد ايه بقت معايا طرية كده عشان اعرف افردها على المهلبية تمام. وحط حتة حتة كده على المهلبية وافردها براها خالص، وما تخافيش كده كده تتفرد معاكي بكل سهولة. المهم يعني ايه، الصينية دي كانت عايزة كمان كمية من البطاطا عشان كنت اقفلها كلها من فوق بطاطا، بس يعني ايه عملتها الحمد لله. يعني حاولت كده ايه ان اغطي المهلبية كلها بالبطاطا، يعني حاولت كده على قد ما اقدر لانها كانت محتاجة كمان يعني بطاطاية او بطاطين يعني بطاطين او بطاطين. المهم يعني ايه حاولت الحمد لله، يعني في بس حاجات كده بسيطة باينة. المهم جبت بقى شوية حليب ودهنت كده وشها بالحليب عشان وشها يحمر كده، او تدهنيها حتة سمنة بلدي تمام بس تكون سايحة. بعد كده دخلتها بقى على الشبكة اللي في الفرن، والنار تكون عالية من تحت. وبعد كده لما تحمر كده من الجوانب شغالة عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق. صينية البطاطا بقى عشان الجوانب ما كانش عليها يعني طبقة بطاطا كافية، فالمهلبية بقى طلعت كده من الجوانب شوية وهي في الفرن، بس مش مشكلة يعني عادي. يعني اهم حاجة ان احنا ايه مغطيينها برضو من النص بالبطاطا. المهم بقى سيبيها تبرد خالص، سيبيها تبرد خالص، والمفروض تتحط بقى في التلاجة شوية عشان تكون رابطة زيادة. بس على مين؟ هو احنا هنسكت ولا احنا هنصبر؟ لازم ندوق من الحاجة اللي احنا عاملينها. المهم احنا كنا منها قطعة او اتنين، وبعد كده حطيناها بقى في التلاجة ما شاء الله ربطت اكتر، والقطعة طالعة ايه مش متفشكلة ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، يعني هي بتتاكل سخنة وتتاكل ايه ساقعة. شايفين؟ الصلاة على النبي ما شاء الله، كانت بتلظ وبتبظ وسكرها عالشعرة، سكرها هادي جدا وجميل تعرفي تاكليها. يعني الناس اللي بتحب السكر الزيادة ده حاجة في ايدك انتي، بس صدقيني السكر الزيادة بيجزع النفس، لكن السكر الهادي تعرفي تاكلي الحاجة كده وتبقى جميلة. وبألف هنا حبايبي، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي لو اول مرة تشوفوني انا ام ميدو، دي قناتي ودي صفحتي، اتمنى تعملي لي متابعة وكمان اشتراك وكمان لايك وكمان تعليق حلو كده منك يشجعني، واوعي تنسي المشاهدة. مع الف سلامة حبايبي، هتوحشوني، بحبكم في الله، مع الف مليون سلامة.